مبدئيا كده لو بتحب سامسونج فاطلع بره الفيديو عشان نبقى حلوين مع بعض من البدايه كده. هو بيني وبينك المفروض اصلا الفيديو ده كان يبقى عن الواجهه اللي هي واجهه اوكسجين او اس 15، لكن انا متخاذل اصلا وفي حاجات ما جربتهاش في الواجهه الى الان من ساعه ما حدثت، في حاجات كتير ما جربتهاش في الواجهه، فلسه محتاج اتعمق اكتر في الواجهه علشان انقل لك تجربه كامله عن التحديث وعن الواجهه بشكل كامل. وفي نفس الوقت عشان انا متاخر اصلا في تنزيل الفيديوهات، اخر فيديو نازل من 40 يوم، فكان لازم ننزل بالمراجعه بتاعه موبايل النهارده واللي هو السامسونج الاي 16. وكمان بما اني شفت له تطبيل كتير يعني، فعشان الناس ما تتسوحش اكتر من كده الحق اكبر قدر ممكن من الناس. وبعدين يا صاحبي انت مش ليك ان انزل فيديوهات؟ اهو اديني بنزل فيديو اهو، ولا هنتشرط كمان؟ يا عم انت اخويا يا عم، تعالى هنا بس. بسم الله كده. وقبل ما نبدا، لو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد، وطبعا ما تنساش اللايك، وشكرا جدا على التعليقات الجميله دي، بحبكم جدا والله. لو عندك اي سؤال اكتبه تحت في التعليقات ونبدا سريعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك في فيديو جديد يا غالي. فيديو النهارده مراجعه السامسونج الاي 16، وحابب اوضح حاجه بس. انا برتب الفيديو بتاعي مواصفات بالمميزات بس، بعدين علبه الموبايل، بعدين العيوب، بعد كده السعر، وبقول لك رايي في الجهاز في نهايه الفيديو، عشان بعد كده بتفاجئ بتعليقات كتير بتسالني فين العيوب، وعيوب الجهاز ده ايه، وعيوب ده ايه، والمشكله ان انا قايلها في الفيديو، فالحوار غريب شويه بس. فدي نقطه حبيت اوضحها، ويلا نبدا. هنبدا اول حاجه بالتصميم، وتصميم الموبايل هنا جاي بالكامل من البلاستيك، شيء طبيعي جدا في الفئه الاقتصاديه. وبالنسبه للظهر فعندك 3 كاميرات تحت بعض وجنبهم الفلاش، ومن تحت كلمه سامسونج بالشكل التقليدي بتاع موبايلات سامسونج الفتره الاخيره. من على اليمين عندك زرار الصوت وزرار الطاقه واللي فيه بصمه، وادائها كويس جدا وسريعه. من تحت عندك المايك ومدخل الشحن التايب سي والسماعه، ومن فوق عندك مايك اضافي لعزل الضوضاء. على الشمال هتلاقي درج الشرايح واللي بيشيل شريحتين اتصال او شريحه وكارت ميموري. الموبايل مقاوم لرذاذ الميه بشهاده اي بي 54، يعني ضد رذاذ الميه، مش انك تغطسه جوه الميه، ولكن برضه هو لو وقع في ميه فممكن تلحقه بسرعه، مش هيحصل له حاجه ان شاء الله. سمك الموبايل 7.9 مللي، وزنه 200 جرام. والموبايل جاي ب3 الوان، اللون الرمادي واللون الاخضر والازرق. الموبايل جاي بشاشه 6.7 بوصه بدقه فول اتش دي بلس، ومن نوع سوبر اموليد، وبتردد 90 هرتز. سطوع الشاشه 800 شمعه، وده رقم معقول لكنه مش هيكون اوضح حاجه تحت اشعه الشمس المباشره. وهتاخد تجربه مشاهده حلوه جدا من الشاشه دي، سواء في مشاهده المحتوى او في الالعاب. شاشه بدقه حلوه وبالوان ممتازه جدا مقارنه بفئه الموبايل، باستثناء حواف الشاشه طبعا، ودي هنجيلها كمان شويه في قسم العيوب. لكن غير كده فالموبايل ده شاشته ممتازه جدا، وتعتبر افضل شاشه مقارنه بسعره كدقه والوان. بالنسبه للاداء فالموبايل بيجي بمعالج الهيليو جي 99، معالج 8 النواه بتردد بيوصل ل 2.2 جيجا هرتز، وبدقه تصنيع 6 نانومتر، وده معالج كويس هيديلك اداء سلس شويه في الالعاب، مش اقوى حاجه طبعا، ولكن في المهام اليوميه هيكون كويس جدا معاك، مش هتواجه اي مشاكل. الموبايل بيشغل بابجي على 40 فريم، والموبايل ده محقق 400 الف نقطه على برنامج انتوتو سكور، وده تقريبا نفس السكور اللي محققه الاي 15 بتاع السنه اللي فاتت، لانهم اصلا جايين بنفس المعالج. ونخش على المساحه. الموبايل بيجي بمساحه 128 جيجا مع 4 او 6 جيجا رام، او 256 جيجا مع 8 رام، وتقدر تزود المساحه عن طريق كارت ميموري بيتركب مكان الشريحه الثانيه. البطاريه بتيجي بحجم 5000 ملي امبير مع سرعه شحن 25 واط. بطاريه كويسه هتقضي اليوم معاك مستريح جدا لو استخدامك من خفيف لمتوسط، لكن لو هتلعب كتير فممكن من 4 ل 5 ساعات. الموبايل جايب اندرويد 14 مع واجهه One UI 6.1، وداعم لحد 6 سنين تحديثات. وسامسونج الشركه الوحيده اللي عندها سنين تحديثات كتير كده. بص هما بيوزعوا تحديثات، هي قاعده عندهم، الموبايل لو اقل من 5 سنين تحديثات ما بينزلش. الموبايل جايب 3 كاميرات في الظهر، الاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل وبفتحه عدسه اف 1.8، الكاميرا الثانيه الترا وايد بدقه 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة اف 2.2، والكاميرا الأخيرة وهي الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 2.4، وجنبهم فلاش ليد. والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة اف 2.0. بالنسبة لتجربة الكاميرات هنا فهي ما اختلفتش نهائي عن الاي 15 بتاع السنة اللي فاتت، والموبايل بيطلع صور كويسة بالنسبة لسعره بالكاميرا الأساسية. ألوان الصورة حلوة في النهار مع تفاصيل مش أقوى حاجة لكنها كويسة، وكويسة جدا بالنسبة لسعره. دايناميك رينج إلى حد ما كويس. وبالنسبة لتجربة التصوير في الليل فالجودة بتبدأ تقل شويه والصور بتبقى ناعمه. وتجربه التصوير بالعدسه الالترا وايد في النهار فبتطلع صور مقبوله، الوان كويسه جدا، وديناميك رينج مقبول، مفيش لسعان او غمقان زياده في الصوره. وبالنسبه لاخر عدسه وهي الماكرو فبتطلع صور مقبوله، مش اقوى حاجه طبعا ولكنها كويس. وتجربه التصوير بالكاميرا الاماميه فبتطلع صور بتفاصيل حلوه جدا، الصوره مش ناعمه قوي، والكاميرا هتطلع لك صور كويسه جدا، وفي رايي ده افضل سيلفي في الفئه الاقتصاديه. بالنسبه لتصوير الفيديو في الموبايل ده فالجوده اخرها 1080 بكسل مع 30
متر في الثانيه، والموبايل هيديلك تجربه تصوير فيديو كويسه، وتصوير الفيديو هنا هياخد جيد. صوت الموبايل مونو لكنه عالي وكويس. وبالنسبه للمستشعرات فالموبايل داعم لمستشعر ال NFC والبوصله ومستشعر التقارب هنا سوفت وير، ولكن اداؤه كويس، وبيجي بلوتوث 5.3. علبه الموبايل بيجي فيها الموبايل ودبوس الشريحه وسلك الشحن. انا حاسس ان انا ناسي حاجه. كتيب التعليمات. العلبه بيجي فيها كتيب تعليمات. نخش على العيوب بقى. تعرف تعد لحد كام؟ يلا نبدا. مفيش مدخل سماعات 3.5 مللي. وزن الموبايل يعتبر تقيل نوعا ما، 200 جرام، يعتبر تقيل شويه في الفئه الاقتصاديه. مفيش مكان مخصص لكارت الميموري، بيركب مكان الشريحه الثانيه، فيا اما تستخدم شريحتين او تستخدم شريحه وكارت ميموري. حواف الشاشه كبيره خصوصا الحافه السفليه. دقن دي مش حافه، هي الحواف اللي في الجناب والحافه اللي من فوق اصغر شويه من الاي 15 ولكنها برضو ما زالت كبيره. ده غير ان الشاشه جايه بالشكل القديم بتاع الوتر دروب، فمش لطيف وسط المنافسين. مفيش خاصيه الاولويز اون ديسبلاي رغم ان الشاشه سوبر اموليد، ودي بعض الحاجات اللي بتشيلها سامسونج في الموبايلات الفئه الاقتصاديه، تقريبا بتستكترها على المستخدم بتاع الفئه الاقتصاديه، اللي هو انت فقير فانت مش هتاخد المميزات دي. حتى لو اقوى شاشه في العالم هتشيل خواص سخيفه زي كده. الشاشه 90 هرتز بس مش 120. تجربه التصوير في الموبايل ما اتحسنتش بربع جنيه عن السامسونج الاي 15 بتاع السنه اللي فاتت، هي نفس التجربه بالظبط، سواء في الكاميرات الخلفيه او في الكاميرا الاماميه. والعيوب اللي هقولها دلوقتي بالنسبه للكاميرات تنطبق على الاي 15 والاي 16. الصور بالعدسه الاساسيه في الليل مش حلوه، وهتحس الالوان سايحه على بعض شويه. ده غير ان التفاصيل قليله جدا، الصوره ممسوحه، ولو جربت تشغل وضع النايت مود فالصور هتروح في داهيه. الموبايل بيعلي البرايتنس بغباء ومش بيظبط الالوان، والصور بتبقى انعم اكتر وهتحس ان الالوان سايحه على بعضها اكتر، وعموما بيكون باين قوي ان الصوره مش طبيعيه. العدسه الالترا وايد بتطلع صور ناعمه جدا، هي كالوان كويسه ولكن كتفاصيل وحده فسيئه جدا. الصور بتكون ناعمه جدا وخصوصا في الليل. في الليل اصلا مفيش تفاصيل لدرجه انك هتحس ان الصوره مزغلله. وبرضه ما انصحكش نهائي تشغل النايت مود مع الكاميرا الالترا وايد في الليل. حده الصوره عاليه بزياده في الكاميرا الماكرو. تصوير الفيديو ما فيهوش مثبت بصري ولا الكتروني ولا اي مثبت من اي نوع. اقل هزه في ايدك وانت بتصور الفيديو هتكون باينه مهما كنت مثبت ايدك وانت بتصور. الفيديو فيه حده عاليه بزياده. مفيش 60 فريم في تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفيه. لون البشره بالكاميرا الاماميه مش مظبوط، تحس لون البشره شاحب شويه، والدايناميك رينج ضعيف. صوت مونو مش ستيريو. شبكات الموبايل ضعيفه سواء في المكالمات او في الواي فاي، فلو مكانك ما فيهوش شبكه كويسه ما انصحكش ابدا تجيب الموبايل ده. الموبايل مش جايب احدث نظام اندرويد، جايب اندرويد 14 مش 15، وده يعتبر بيشيل سنه من التحديثات. مفيش مستشعر جايروسكوب ولا حتى سوفت وير. مفيش اي ار بلاستر. مستشعر مكالمات سوفت وير مش هاردوير. هو اداء كويس ولكن مازال سوفت وير، بيكون اداؤه اقل عن المستشعر الهاردوير. العلبه فاضيه، هتحتاج تشتري الشاحن والجراب والسكرينه بشكل منفصل، ودي حاجه رخمه في الفئه الاقتصاديه لانك بتكون شاري الموبايل على قد المبلغ اللي معاك، فكمان لسه هتشتري له مشتملات. وانا عايز اقول لك ان الشاحن لوحده في حدود ال 1000 جنيه، ده اذا ما كانش اغلى من كده. الموبايل هو الاي 15. الاي 16 بيتفوق بس في مقاومه ضد الميه اي بي 54، وحجم شاشه اكبر بحواف اقل شويه خصوصا الحواف الجانبيه، وسمك الموبايل اقل، لكن غير كده فمفيش اي اختلاف. سعر الموبايل للنسخه 128 جيجا مع 4 رام ب 7700 جنيه، والنسخه دي ما انصحكش بيها لان حاليا 4 رام تعتبر قليل. النسخه اللي بعدها 128 جيجا مع 6 رام ودي ب 8400 جنيه، والنسخه الاخيره 256 جيجا مع 8 رام ب 10000 جنيه. طبعا ضمان محلي، نسخه صناعي في مصر. بقول لك رايي في الجهاز ما فيهوش تطوير حقيقي عن السامسونج الاي 15 بتاع السنه اللي فاتت، بالعكس ده فيه نواقص سخيفه، وعموما ما انصحكش بيه الا في حاله واحده بس، لو كان بنفس سعر الاي 15، لان الاي 16 ليه تحديثات اكتر غير انه احدث طبعا. ولو طلعت للنسخه ال 256 جيجا مع 8 رام فانصحك بالسامسونج الاي 25 النسخه ال 128 جيجا مع 6 رام. عارف انها مساحه اقل لكن مواصفات الموبايل احسن بفرق حلو، وهيكون قيمه اعلى مقابل السعر اللي هتدفعه، والموبايل ده هياخد 4 من 10. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ولو اول مره تشوفني اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ولو عندك اي سؤال يخص واجهه الاكسجين او اس اكتبه لي تحت في التعليقات، عشان باذن الله الفيديو الجاي هيكون عن واجهه الاكسجين او اس 15. ولو وصلت لحد هنا فاعرف اني بحبك. وبس كده، سلام.